حي شعبي قديم شهد أحداث تاريخية كتيرة، له مكانة عريقة بين أحياء القاهرة، ارتبط بذكريات كتيرة في نفوس ملايين اللي نشأوا فيه. وزي ما احنا متعودين بنلف في كل الأحياء والضواحي ندور على أسباب التسمية والمعالم الأثرية، جه الدور على قصة باب الشعرية، المنطقة اللي شهدت أحداث ونوادر وتربى فيها عمالقة الفن والأدب، وكان ليها نصيب كبير من العراقة والحضارة القديمة اللي اختارها القادة على مر التاريخ لتكون مركز ليهم. ولغاية دلوقتي باقية الأجيال كتيرة. جايين النهاردة نقول القصة من البداية. أنا محمد فرج وانتوا دلوقتي في حياة زمان. كل اسم بيكون ليه حكاية وقصة بيحملها بين سطور، الناس بتمشي لكن الذكرى بتفضل على مدار العصور. وأسماء الشوارع خير دليل على تاريخ الشعوب، لأن الأسماء ما كانتش صدفة أبدا. باب الشعرية حي عريق من أحياء غرب القاهرة. القول الأول بقى قال إيه؟ قال إن الميدان العتيق اللي فيه تمثال الموسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب كان موجود من العصر الفاطمي، وكان قدام واحد من أبواب سور القاهرة الغربي، واللي كان جنب خليج أمير المؤمنين، واللي كان برضه بيتقال عليه باب القنطرة، وده عشان قنطرة خليج أمير المؤمنين كانت موجودة في المنطقة. فضل اسمه باب القنطرة وميدان باب القنطرة، وكانوا متداولينه بالاسم ده في خطط القاهرة. وفضل لغاية ما اتبنى مسجد عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري المشهور بالشعراني، واللي بيصل نسبه للإمام علي رضي الله عنه. الجمهور سابوا اسم باب القنطرة وميدان القنطرة واتشهر باسم ميدان باب الشعرية وشارع الشعراني، فاتعرف بيه من ساعتها، واللي كان في القرن السادس عشر للميلاد. القول الثاني بيقول إن الحي اتسمى بهذا الاسم نسبة إلى طائفة من البربر يقال لهم بنو الشعرية، وهم كانوا موجودين في أحد بابين جزء من السور الشمالي اللي شيده بهاء الدين قراقوش وزير السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. باب الشعرية فضل لحد سنة 1884 وتسجل في كراسة لجنة حفظ الآثار العربية في السنة دي، وكان في أجزاء منه لسه موجودة، واللي كان منها لوحة بالخط الكوفي. كمان كان في موجود رسم نسر محفور على حجرين من الأنقاض لصلاح الدين الأيوبي. مين بقى سكن باب الشعرية زمان؟ المنطقة اتشهرت بتواجد وفود وطوائف من الأجانب زي اليونانيين والإيطاليين والأرمن، وطائفة من اليهود اللي اشتغلوا ساعتها في الذهب. الأجانب ما كانوش بيجوا باب الشعرية للسياحة أو للإقامة بس، لأ، كمان كانوا بيقيموا في الحي وبيشتغلوا في الأحياء المجاورة. ولما بدأوا يمشوا جه الوافدين الجدد يشتروا متاجرهم ويحل محلهم كمان في بيوتهم. مين بقى من المشاهير كان من المنطقة؟ باب الشعرية اتولد فيها مشاهير كتير ارتبط اسمهم بالحي العريق، زي الفنان المصري الكوميدي الراحل عبد المنعم مدبولي، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والممثل والصحفي الساخر يعقوب صنوع، والفنان شفيق جلال، والفنانة مها صبري، والفنان إبراهيم حمودة، ونجيب الريحاني، وشفيق جلال، وهادي الجيار، وعزت العلاء. على الرغم بقى من صغر مساحة باب الشعرية من زمان، إلا إن الحي بيعتبر خلية نحل بتخدم كل الأقسام اللي جنبها. سكن فيه طوائف كتيرة من الحرفيين ارتبطت أعمالهم ببعضها البعض، فكان لطائفة الجزارين مثلا وجود قوة في المنطقة، وده عشان كان فيه مجزر باب الشعرية واللي كان خارج أسوار قاهرة المعز. إيه بقى حكاية حلويات باب الشعرية؟ أقول لك يا سعادة البيه ويا ست هاني. طائفة الطباخين اللي اتفرعت عن طائفة الجزارين كان عددهم حوالي 3000 طباخ، وفي النصف الأول من القرن العشرين كانت ليهم قهاوي خاصة بيهم زي قهوة سينيور. ومن حرفة الطباخة كمان اتفرعت طائفة الحلوانية ومحال لوازم الحلوانية، كانوا بيصنعوا فيه عرايس بالسكر للبنات وأحصنة بالسكر للولاد. ولحد دلوقتي لسه حلوانية باب الشعرية بيمارسوا مهنتهم، خصوصا في الموالد وبالأخص المولد النبوي الشريف. كان باب الشعرية له 3 حمامات عمومية بتخدم أهل الحي واللي بيجاورهم، وهي حمامات باب البحر وحمام الخراطيم وحمام الطنبولي. الحمامات دي كان ليها أثرها الإيجابي على الحي، وكانت المقاه والمصامت بتورد طلبات لزباين الحمام على مدار ساعات الليل والنهار. كمان كانت مواقد الحمامات بتستخدم في تسوية قدر الفول المدمس عشان يتم توزيعها على محلات الفول في مختلف أنحاء القاهرة. الحمامات دي كانت مشهورة بتخليص الناس من الأمراض وآلام الروماتيزم، وكان بيتم فيها حرق مخلفات الحي من القمامة في المواقد. ولغاية يومنا هذا حمام باب البحر لسه شغال، لكنه فقد الصبغة التاريخية اللي كان بيتمتع بيها. واختفى حمام الخراطيم بعد ما تشيد مكانه سوق الخضار،
ولغاية دلوقتي هتلاقي باب الشعرية مفتوحة أبوابها لكل السائحين، وبتتمتع بكرم أهلها الطيبين اللي مشهورين بالجدعنة والأصالة، ودايما في الحزن قبل الفرح متجمعين. احنا كده خلصنا. قولنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك وشير، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم. السلام عليكم ونشوفكم على خير.